صوصها المميز وطعمتها اللي بتنعش القلب رح تخليها الخيار الأول لتشرفك قدام ضيوفك، وشو بترطب على القلب بهالجو الحر. لايك وشير قبل ما نبدأ، ننزل على التعليقات ونصلي على الرسول ونقول بسم الله ونبدأ. في البداية عندي هون معكرونة مسلوقة، استخدموا النوع اللي بتحبوه. ضفت لهم فلفلة ملونة نص حبة من كل لون، ضفت جزرة مبشورة، شوي من الزيتون الأسود وما بكتر، و3 معالق كبار من الذرة المسلوقة. عندي هون كوب من المايونيز، بضيف له نص كوب من اللبن الزبادي ومعلقة كبيرة من صوص الرانش. لو مش متاح عندكم الرانش عادي استغني عنه. ضفت ملح وفلفل أسود وربع معلقة صغيرة من النعناع الناشف. لو مش متاح عندك صوص الرانش أكيد بتقدري تستبدليه بمعلقة كبيرة مليانة من الخل الأبيض. رح أضيف عصير نص حبة من الليمون وبخففهم بشوية مي، يعني أقل من ربع كوب. بدمج كل هاي المكونات مع بعض ومباشرة رح أضيفهم على المعكرونة. معلومة جدا حابة إن أضيفها، المفروض الصوص يكون معنا بهذا القوام، ما تخلوه معاكم كتير جامد وبنفس الوقت مو كتير مرق، فما تكتروا مي. كيف ما قلت لكم أقل من ربع كوب. بعد ما خلطت مكوناتي كلها مع بعض بدخلها على الثلاجة على الأقل ساعة، كتير طيبة تكون معنا باردة، وقدموها واستمتعوا يا جماعة بأطيب طعم. لو عجبكم هالفيديو أبدا ما تنسوا إنكم شفتوه بمطبخ ملك عبد العال، أيضا خذوه مشاركة على صفحاتكم. أي وقت حبيتوا تطبقوا هالوصفة بيكون هالفيديو مرجع لإلكم. دمتم بخير وباي باي.